السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في مطبخ نوزة كيتشن. النهارده اقدم لكم ان شاء الله التورته اللي عملتها في عيد الام. هي تورته نصين، النص الاولاني عملته بالفاكهه والنص التاني عملته بالجناش الشوكولاته. وكانت اول مرة اكتب على التورته، فممكن تكون متلخبطة شوية، بس بحاول ان انا ادرب ايدي ان انا اكتب على التورته. بس كان طعمها حلو وان شاء الله هتعجبكم. انا استعملت نوعين من السبونج، سبونج الشوكولاته والسبونج الابيض. السبونج الشوكولاته انا كنت نزلته قبل كده، هبقى انزل لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، وان شاء الله السبونج الابيض هنزله في فيديو لوحده وهبقى انزل لكم الرابط بتاعه. انا خدت الصاج الابيض هو 30 في 40 وقطعته على 3 قطع عشان هعملهم ال3 رقات، ونفس الحكايه عملت في الصاج التاني اللي هو الشوكولاته. التورته دي عملتها ب10 بيضات. الصاج الاولاني 30 في 40 خد 5 بيضات، مقادير 5 بيضات. والسبونج الشوكولاته برضو صاج 30 في 40 واخد برضو مقادير 5 بيضات. هنا الاول اخدت اول جزئين، سقيت السبونج الشوكولاته بالسيرب بالشوكولاته اللي انا كنت عملته قبل كده معاكم، هنزل لكم برضو الرابط بتاعه. والسبونج الابيض سقيته بعصير كمبوت الاناناس. وابتديت ان انا كل جزء فيهم السبونج الشوكولاته بحط عليه كريم شانتيه بالشوكولاته، والسبونج الابيض حطيت عليه كريم شانتيه ابيض، وحطيت قطع فراوله في النص. وبدأت ان انا احط الرق تاني وبرضو بنفس الحكاية، السبونج الشوكولاتة بسقيه بالسيرب الشوكولاتة، والسبونج الابيض بسقيه بالعصير كومبوت. ونفس الحكاية بحط على الجزء الابيض كريمة بيضة، وعلى الجزء السبونج الشوكولاتة بحط كريمة شوكولاتة. ان شاء الله روابط السبونج والكريمة هبقى انزلهم ان شاء الله في صندوق الوصف. وبكمل بنفس الطريقة لل3 رقات اللي انا عملتهم لغاية ما قفلت التورتة كلها. هنا دي اخر طبقة معايا سقيتها بنفس الطريقة، وبعد كده هبتدي ان انا اظبط الجوانب. هقطع الجوانب كلها زيادة عشان التورتة تبقى شكلها متساوي. هشيل الجوانب كلها بالسكينة المشرشرة. هنا انا بدأت اقطع الجوانب بتاعة التورته عشان تتساوى، لان طبعا انا مقطعه 3 طبقات مش متساويين قوي، فحبيت ان انا اسوي التورته عشان تبقى شكلها حلو في الشكل النهائي. هنا بعد ما سويت الجوانب بتاعة التورته، ابتديت برضو ان انا اغلف الجزء الاخير بتاعها بنفس الطريقة. الجزء السبونج الابيض بكريمة بيضة، والسبونج الشوكولاتة بكريم شانتيه شوكولاتة. في الوقت دوت انا كنت مجهزه الجناش وسايباه يبرد، لان طبعا ما ينفعش احطه على التورته وهو سخن، فسبته يبرد شويه على ما اكمل تغليف التورته. في الوقت ده انا كنت عامله الجناش وسايباه يبرد عشان ما ينفعش طبعا احطه وهو سخن على التورته. هنا نقلت التورته على القاعده بتاعتها، وحطيت ورق زبده في الجوانب عشان لما احط الجناش ما يبهدليش القاعده. وهنا صبيت الجناش على التورته، وبعدين بكريم شانتيه الابيض عملت حرف اللي الجزء الابيض وردات كده صغيره. وابتديت ان انا ارص الفاكهه، ترانشات الفاكهه اللي انا مقطعاها. طبعا بترصيها بالشكل اللي يعجبك انتي. انا حطيت اناناس، وبعد كده فراوله، وبعد كده كيوي، وفي النص حطيت تفاح.
بعد كده جبت جيلاتينة، ورقة جيلاتينة، وحطيتها في مية باردة الأول لغاية ما طرت، وبعدين عصرتها من المية الباردة كويس، وبعدين حطيت عليها شوية مية سخنة صغيرين، وبالفرشة ابتديت ان انا ألمع الفاكهة دي كلها. بتديلها لمعة حلوة، وكمان بتحافظ على الفاكهة انها ما تبص بسرعة. باخد الجيلاتين ده وبغطي بيه الفاكهة كلها. وهنا بعد ما خلصت الجيلاتين وحطيته على الفاكهة، ادالها لمعة جميلة وكمان حافظ عليها. وهنا بعد ما خلصت التورته، الجزء ده انا ما صورتوش وانا بكتب على التورته، عشان بصراحه انا كنت خايفه ان انا افشل في الحته ديت، لان اول مره ان انا اكتب على التورته، بس الحمد لله الى حد ما طلعت الكتابه كويسه. بس انا حبيت امرن ايدي على الكتابه على التورته، بس مره على مره ان شاء الله هتبقى احسن من كده باذن الله. ويا رب تكون التورته عجبتكم. والحمد لله كان طعمها حلو جدا وعجبتهم كلهم، واهم حاجه عندي انها عجبت ماما قوي، فرحت بيها جدا. يا رب تكون التورته عجبتكم انتوا كمان، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي جديد للقناه. وكل سنه وامهاتنا طيبين وبخير وبصحه وبسعاده، ويا رب يخليهم لينا وما يحرمنا منهم ابدا.